اذا كنتي فلاح خاصك تعرف هذه المعلومه. موريتانيا اتخذت واحد القرار بزياده الرسوم الجمركيه على الخضروات المستورده من المغرب بنسبه 171%، بحيث ان الشاحنه اللي كانت كتخلص 28 الف درهم خاصها تخلص حاليا 60 الف درهم. هذا القرار غادي ياثر على المبادلات التجاريه ما بين البلدين اللي كتقدر بحوالي 300 مليون ديال الدولار. المصدرين المغاربه والمستوردين ديال موريتانيا حتى واحد فيهم ما عجبو هذا القرار، وقرروا انهم يوقفوا جميع المعاملات التجاريه حتى توضح الصوره، حيث الاسباب ما واضحاش. الروايه الرسميه كتقول بان القرار غادي يستمر لمده 3 شهور لحمايه المنتج المحلي، حيث هذه هي الفتره ديال الحصاد ديال الخضروات بموريتانيا. وكاين اللي كيقول بان هذا القرار هو رد على المغرب اللي منعت التصدير ديال البطاطس والبصل الى الدول الافريقيه، وكاين اللي كيقول بان موريتانيا بغات تضغط على المنتجين المغاربه باش يستثمروا مباشره في موريتانيا عوض المغرب. مباشره من بعد هذا القرار الاسعار ديال الخضروات بدات كتنزل في الاسواق المغربيه، بحيث مطيشه اللي كان الثمن ديالها 15 درهم رجعت ب 6 دراهم، بينما المواطن الموريتاني غادي يتاثر بهذا القرار لان الثمن ديال المطيشه ارتفع من 16 درهم الى 55 درهم. هذا الشيء علاش اي فلاح كيزرع مطيشه ولا بطاطا ولا البصله خاص يتبع المستجدات ديال هذا القرار، حيث عنده تاثير مباشر على الاسعار ديال الاسواق المحليه باش يعرف يختار المحاصيل الزراعيه اللي غادي يخدم عليها مستقبلا.